أهلا بكم في قناة عصر العلوم. في هذه الحلقة سأسلط الضوء على آخر مستجدات ملعب الدار البيضاء الكبير، حيث أعلنت شركة سونارجيس عن تفاصيل مشروع تشييد ملعب عالمي على مساحة تبلغ 100 هكتار بجماعة المنصورية إقليم بن سليمان، على بعد 38 كيلومتر من الدار البيضاء و18 كيلومتر من المحمدية، وبالقرب من مطار بن سليمان، بميزانية تبلغ 5 مليارات درهم. وسيكون الملعب مغطى بالكامل، وتبلغ طاقته الاستيعابية 115 ألف مقعد، وسينجز وفق أحدث المعايير الفيفا. وتشمل مرافق الملعب بناء 4 ملاعب تدريب، ومجمع دولي للبث الإذاعي والتلفزيوني، وقرية لضيافة، ومواقف خاصة بسيارات. كما سيتم بناء مرافق رياضية وترفيهية أخرى حول الملعب، وتشمل ملعبا لألعاب القوى يتسع ل25 ألف مقعد، وقاعة رياضية مغطاة، ومسبحا أولمبيا، ومركزا للمؤتمرات والمعارض، ومركزا للتسوق، وفندقا فاخر. وخلاصة أن ملعب الدار البيضاء الكبير سينجز في قلب مدينة رياضية مكتملة. شكرا لكم على المتابعة، ولا تنسوا الإعجاب والاشتراك ليصلكم كل جديد.